بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة النهاردة بعنوان الفضيحة هو الحل وانتفاضة لا. إيه الحكاية؟ وكالعادة هنحاول الأول نشوف الواقع المر. وفي الحقيقة النهاردة العنوان بيتكلم على مفرد، لكن الحقيقة جمع. يعني هي ليست فضيحة، هي فضائح. والفضائح هنا بتشمل كل حاجة، بتشمل الخيانة، بتشمل الخنوع، بتشمل كل السيئات والخطايا اللي بتحصل بشكل مفاجئ لينا. احنا ما كناش متخيلين ان احنا كده. كلنا مصدومين على فكرة، مفيش حد يكابر، كلنا حاسين ان احنا في كابوس. بنحاول نخرج نفلفص يمين شمال، مش عارفين احنا. وانا بتكلم عن نفسي وغالبا على اغلب الناس اللي سامعيني دلوقتي، في ناس منا بيبقى تقيل عليهم انهم يصحوا من النوم. يعني بيصحى بيقول يا انا صحيت في الواقع المر ده، يا ريتني كنت نايم. ناس كتير منا مش قادرين يعيشوا، وانا منهم. لكن ده مش حل. الحل دايما ان احنا نشوف احنا في ايدينا ايه، وبشكل موضوعي جدا، ونعمله. لان العجز في حد ذاته جريمة في الوقت اللي احنا فيه ده. طيب، نروح الاول وقبل ما نشوف الحل نشوف الحقيقة زي ما هي. فضايح خلال الفترة اللي فاتت كتيرة قوي، وزي ما قلت دي جرائم وخيانات وخنوع وحاجات كتير جدا. كلنا تابعنا بصدمة شديدة جدا زيارة المعلم طربقها البرتقاني، اللي فشل واتهزم قدام العالم كله، وجاي يعوض هزيمته عندنا. لطش مع الصين اديته على قفاه، لطش مع كل دول العالم اديته على قفاه. ده حتى زيلينسكي يا جدع قعد قاوح معاه. لطش مع الكل وجاي يلطشنا احنا على قفانا جميعا، لدرجة ان في حاجات بتحصل وهنتكلم فيها دلوقتي بتقول وبتكشف قد ايه احنا وصلنا لهذا المستنقع، وان الكلام ده استمراره معناه ان احنا ميتين بالحياة. الفلفصة اللي احنا بنحاول نعملها على اساس ان احنا بنكلم نفسنا، سواء كانت في كتابات او فيديوهات أو كل دي كلام، لو ما كانش الغرض منه هو يعني إفاقة الناس وتحريك الناس ناحية حاجة صح، حاجة تلحق الوضع اللي احنا فيه وما يبقاش له أي لازمة. طيب، ترامب وهو موجود في أثناء زيارته للدول الثلاثة العربية، يعني السعودية، الإمارات، قطر. تحياتي يا محب، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. أثناء زيارته قلت لحضراتكم فيه لعبة بتتعمل وخدعة بتتعمل، يا ريت ما تنطليش علينا، وهي خدعة الشريك الطيب والشريك الشرير. لعبة كده بتتعمل من زمان، لما اتنين يحاولوا يعملوا حاجة ويكيسوا اللي قدامهم، فواحد يشد والتاني يرخي. وطلعت أخبار إن فيه خلاف وفيه قطيعة ما بين ترامب ونتنياهو، فاكرين؟ طيب، وبناء عليها طلعت أخبار برضو إن ترامب هيجي وياخد تريليونات، صحيح، لكن مقابل ده هيعترف بفلسطين، بالدولة الفلسطينية. اللي متابع معايا يعرف ان انا قلت يا جماعة بلاش ان احنا نسعى ونمشي ورا خزعبلات. استحالة تاخد اي شكل من اشكال المكاسب من عدوك، واستحالة تاخد انتصار بشكل او باخر من عدوك اللي بيحاربك. تمام؟ طيب، الحاجة ما توقفتش على كده، ورحنا وشفنا كلنا المسخرة اللي بتحصل. لكن في جديد بقى، بدأت الحقائق تتكشف خلال الساعات اللي فاتت، وعلى لسانهم هم. اللي حصل ان ترامب عمل حاجتين اجرم من بعض، وهو بيحلب فينا في دول الخليج. هو بياخد يعني لسه ما
الحكايه ما نشفتش يعني، ما قدمتش مثلا، لا ده هو موجود، هو موجود يعني. حاجتين يعني للاسف الشديد احنا اتكلمنا في حاجه منهم امبارح، والحاجه الثانيه دلوقتي. الحاجه الاولى هو انه اعطى الضوء الاخضر لعمليه عربات جدعون وهو في الطياره، يعني ركب الطياره اعطى الضوء الاخضر لنتنياهو في عمليه عربات جدعون. واللي مش عارف يشوف الحلقه اللي فاتت عشان فيها تفصيل. ده عباره عن تطهير عرقي وحشر اهل غزه ما بين محور ميراج ومحور صلاح الدين في حته قد كده على الحدود المصريه، على اساس انه هيهجر منهم مجموعه والباقي هيضغط ويفضل يضرب ويطحن ويعمل اباده فيهم لحد ما يتم التهجير في مصر. هو طب ما ممكن يهجرهم كلهم بره؟ لا، هو عايز يهجر جزء ايا كان حتى لو 100,000 داخل سينا، علشان ده اللي هو حك الشكل. الخطه الكبيره مش هتكتمل الا بالتهجير واي عدد لمصر. حلو، ونركز شويه يا جماعه، عشان للاسف احنا بيترمي لنا شويه كلام المفترض ان احنا نصدقهم ونسعى نمشي وراهم ونصدقهم وعادي جدا، ونبدا نخبط في بعض. القصه كبيره شويه. طيب، دي اول حاجه. طلع راح بنفسه بذات نفسه، اتعمل له لقاء بعد ما وصل مباشره، والمذيع بيساله بيقول له ايه حقيقه الخلاف بينك وبين نتنياهو؟ قال له ما فيش خلاف بيني وبين نتنياهو، ده احنا متوافقين وبننسق وعلى اعلى يعني كده وش. يعني احنا قرطسنا العرب، احنا رحنا حلبنا العرب وقرطسناهم وقلنا ان احنا وجينا تمام. لا حول ولا قوة الا بالله. الواحد والله بيحاول يتماسك عشان بس يعني نقدر نعمل حاجة، لان ما ينفعش السكوت في حد ذاته جريمة دلوقتي. تمام. مش بس كده، مش بس انه اعطى الضوء الاخضر لعملية عربات جدعون الاجرامية اللي تعتبر احقر واحط اشكال التطهير العرقي والابادة الجماعية، لا كمان زي ما قلت ان هو كان مظبط مع نتنياهو، وده حسب كلامه، ان هو يبان في خلاف مؤقت لحد ما يخلص حلب وبعد كده يرجع كمل. من شويه النهارده طياره سي 17 محمله بالاسلحه. واحنا على خليكم لحظه واحده معايا في بس الصوت ده. محمله باسلحه وفي طريقها لاسرائيل، نزلت اسرائيل من شويه. تمام. الطياره دي شايله قنابل وصواريخ هيضربها اهلنا في غزه. طلعت بعد ما ابرم كل الاتفاقات اللي هياخد بيها ترامب ال4 تريليون. وعلى فكره حكايه اصل دي استثمارات ومش استثمار، ده كلام فاضي وهكس وقله ادب من مروجها. اللي بيروج الكلام ده واحد معلش يعني، واحد بيطرطر عليك، مش بس بيكذب عليك، لا لا، ده بيطرطر عليك قولا واحدا. يا جماعه لو سمحتوا اللي موجود يشير، حاولوا توصلوا الكلام ده للناس. الحقيقه لازم توصل للناس، والدعوه بتاعت النهارده دي لازم توصل للناس اللي هنتكلم فيها. تمام. النهارده بقول لك فيه طياره اللي هي حامله المعدات والاسلحه وبتاع طياره شحن عسكريه امريكيه نزلت في تل ابيب بصواريخ وقنابل غبيه تاني، غير ال40,000 قنبله اللي اتبعتت. تمام. الكلام ده اتعمل مباشرة بعد ما تم حلب الرجالة. الحلب خلص من هنا وبدأت الوجه القبيح يظهر بشكل واضح جدا تاني يعني من هنا. والآمال بتاع الناس السذج العبيطة ضاعت. الناس اللي كانت مصدقه ان ترامب ممكن يجي يقف في صفك يعني ضد الصهاينة عشان يا نهار ابيض يا جماعه، ده احنا فينا عبط. تمام. ترامب وهو قاعد في وسطيهم، مش بعد ما مشي يعني، في حاجات عملها بعد ما مشي، في حاجات عملها في الطياره، وفي حاجات عملها لما وصل، زي حكايه ان هو بعت بفلوس العرب قنابل عشان تقتل العرب كالعاده.
لا، وهو قاعد في وسطيهم قال التصريح الغريب اللي مش متوقع. احنا كنا متوقعين انه، او مش احنا يعني، بعض الناس اللي على نياتها كانت متوقعه ان ترامب هيجي يقول احنا هنعلن الدوله الفلسطينيه، من حق الفلسطينيين يبقى عندهم دوله، ونطبق بقى حق يعني موضوع الدولتين والكلام زي كده. لا، الناس سرحت والله ورا الحكايه دي، والجزيره كتبت والدنيا عملت وكل ده كان عباره عن تسكين لحد ما الرجاله يتحلبوا، وبعد كده خلاص. وهو قاعد قال ايه؟ قال انا الامريكا يعني هتاخد غزه، عايزين نسيطر على غزه وهنخليها فري زون. هو قال استخدم عبارتين، فريدم زون وفري زون. فري زون حاجه، تمام، وفريدم زون حاجه. فريدم زون اللي هي المنطقه اللي مليانه حريه، منطقه حريات. حلو. فري زون دي حاجه تانية خالص. فري زون دي هي بتاعتنا، وهتبقى منطقه حره تجاريه وسياحيه وغيرها. حلو. طيب هتخلي الفلسطينيين، لا، الفلسطينيين ما يعودوش. احنا، وخلي بالكم بقى ده اللي اتقال بعديها لما وصل في تصريحاته، بيقول ايه؟ قال احنا الفلسطينيين احنا مش هننقلهم من الشرق الاوسط. هم حابين الشرق الاوسط، مش هنخليهم يمشوا او يسافروا آلاف الكيلومترات ويخرجوا من الشرق الاوسط. هنخليهم في الشرق الاوسط، مش هنخليهم في غزة، لا، هنخليهم في الشرق الاوسط. ركزوا يا جماعه، عشان الفروقات البسيطه دي هي اللي بتكشف حجم النجاسه اللي بتحصل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني متوافق مع اللي احنا قلناه قبل كده. عمليه التهجير بالنسبه لهم واخدين فيها قرار، وبينفذوها على احقر مستوى ممكن تتخيلوا. وبالتالي حكايه ان انا هخليهم في الشرق الاوسط معناه ان الكلام اللي طلع على الاتفاقات مع الحكومه الليبيه او الطرفين في ليبيا انهم هياخدوا 1,000,000 ده حقيقي. والكلام اللي قلناه من شهرين ولا 3 ان تم من ضمن البنود بتاع الاتفاق ما بين الحكومه بتاع جولاني وما بين الامريكان هي ان سوريا تستوعب عدد من اهل غزه. تمام. وكان الغرض، وزي ما قلت، في تهجير بغرض الانتقال بس وافراغ غزه، وفيه تهجير الخاص بمصر والاردن بغرض سياسي استراتيجي شويه. هيضرب عصفورين بحجر واحد. اول حاجه انه هو هيهجر خلاص، تمام، فاستفاد التهجير الاولاني او اول حاجه. تاني حاجه ان هو بيحط القنبله الموقوته في المكانين دول، في مصر وفي الاردن. ليه؟ علشان اللي هيتهجروا دول مش هيقعدوا تحت الشجر ويشربوا ليمون، اللي هيهجروا دول هيبقى ليهم طار، وبالتالي هيبقى فيه احتكاك غير مسيطر عليه، وبالتالي هيبقى فيه مبرر طول الوقت ان اسرائيل تخش وتعمل كوبي بيست اللي عملته في سوريا. اخش اعمل بافر زون، ما احنا عندنا بقى فري زون وفريدم زون وبافر زون. بافر زون منطقه امنه، بدخل زي ما عمل بالظبط في سوريا وزي ما عمل في جنوب لبنان. عايز يعمل نفس القصه في سيناء وفي الاردن. ليه؟ في سيناء عشان ينهي قصه امتلاك غزه تحديدا، وعلشان كمان مصر عليها الدور بعد شويه، فمش هينفع تيجي كده، لازم يبقى فيه مبرر نقدر ندخل بيه، نقدر نحط او نبرر عملياتنا ضد مصر بعد شويه قدام العالم. فنعمل ايه؟ ننقل مجموعه ايا كانت هي، وهندعم الناس دي علشان يبداوا يضربوا نفس. بصوا يا جماعه، باختصار القصه اللي حصلت موضوع 7 اكتوبر، طبعا الان به رجاله ونواياهم زي الفل، لكن نفس اللي استفادوا الامريكان من 11 سبتمبر، نفس اللي استفادوا الامريكان من اجتياح الكويت من خلال صدام، نفس اللي استفادوا الامريكان من بيرل هاربر لما اليابان ضربتهم الاسطول الامريكي ودخلوا الحرب وامتلكوا العالم بعديها،
هو نفس اللي استفادوا الامريكان والصهاينه من 7 اكتوبر للاسف الشديد. فيه مميزات وفيه مكاسب صحيح، بس فيه بالنسبه لهم خطه بعيده المدى. اضرب بقى كل حاجه، محور المقاومه كله، وابدا اعمل اللي انت هتشوفه دلوقتي. اسمع كده بنفسك وشوف ولاد الحرام وصل بيهم الفجر انهم يقولوا ايه. ده عيل منكوح ابن كلب، عضو في الكنيست بتاع كيان اللقيط، واد اسمه تسيفي سكوت، واد متطرف شكله هتشوفوه دلوقتي منظره العار. طالع بيقول لك ايه، الجميع اعتاد على انه بالامكان قتل 100 بني ادم من سكان غزة في ليلة واحدة، ولا احد في العالم يكترث، محدش فارق معاه. بس تعالوا نسمع هو قال ايه بالظبط، وهنا الترجمة على مسؤولية الجزيرة. ترجمة على مسؤولية الجزيرة، وده تفضل يا أخي. سأقول لكم بكل بساطة، الأمور تقاس ليس بالنتائج اليومية وإنما بالإجراءات الطويلة الأمد والطريقة التي نسير فيها. لو جئتموني قبل 3 سنين، اسمعوا بقى، لو قابلتوني يعني من 3 سنين وقلتوا لي ان احنا هنكون بنعمل كده، وقلتم لي اننا سنكون في هذا الوضع، ان الجيش يفعل ما يفعله اليوم في الضفه وفي لبنان وفي غزه وفي سوريا، ما كنت ساصدق ذلك. ما كنت ساصدق اننا سنصل لهذا. هل يمكن تدمير الارهاب مره واحده؟ لحظه، ساستطيع ان اسمع كلاما جديدا. لا، غيرنا كل شيء. اسمع، هذه الليله قتل في غزه حوالي 100 غزاوي، وسألتني سؤالا ليس مرتبطا في غزة أبدا. لماذا؟ لأن الأمر ما عاد يهم أحدا. الكل اعتاد على أنه بالإمكان قتل 100 غزاوي ليلة واحدة في الحرب. سامعين الكلام؟ اعتقد مفيش كلام غير كده. يعني هو جاب من الاخر من القاع وحطينا قدام نفسنا. اللي بيحصل ده مستوى ما حصلش اولا في حياتنا، في تاريخ العرب والمسلمين ما وصلوش لهذا المستوى. لما حقير منحط زي ده، لقيط في كيان لقيط، يطلع يقول الكلام ده، وده عضو كنيست وبيقولوا على الاعلام الاسرائيلي، فهو بيبين لنا احنا وصلنا لاي مستوى واي مكان. عشان كده احنا النهارده امام فضائح بتتعلق بينا احنا جميعا ولا استثني احد، وامام محاولات من البعض، وامام ناس داخل غزة بيحاولوا يعملوا اللي عليهم تجاه وطنهم. ربنا ينصرهم، لكن الموضوع اكبر بكتير من محاولاتهم للاسف. لان هم مش بيحاربوا اسرائيل، هم بيحاربوا اسرائيل والغرب، وللاسف الشديد بيحاربوا العرب. العرب طرف اصيل من الحرب على غزة بمنتهى البساطة. تقول لي يا عم ازاي؟ الناس اللي لسه عايشة في مية البطيخ. اقول لك السلاح اللي اتنقل طول الوقت ثمنه الفلوس اللي اتدفعت عشان يتصنع فلوس عربية. على فكرة حكاية ال4 تريليون دي آخر الحلب، لكن طول الوقت الحلب شغال، طول الوقت الحلب شغال. حلو. بصوا يا جماعة، بصوا تاني عشان بس الناس تفتكر كويس. دي القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. شوفوا منتشرة فين. انت متخيل ان إسرائيل بيزرعوا الكيان اللقيط ده بدون ما يحموه؟ الجماعة في الخليج فاكرين ان القواعد دي بتحميهم. بتحميهم من مين؟ اما تيجي تسأل كده، ما جايز يا اخي فعلا الخليج حاطط القواعد دي علشان امريكا تحميهم، بس هي تحميهم من مين؟ من ايران؟ يا نهار اسود. بالمناسبة ايران عاملة اتفاق او بتعرض اتفاق علشان يحصل استثمار مع امريكا ب4 تريليون. ففي لقاء برضو تلفزيوني مع مسؤول ايراني، فبيقولوا له يعني احنا في سمعنا عن موضوع ال4 تريليون دي، ده حقيقي؟ قال لا،
هم اكتر من 4 تريليون وحياة المصحف كده. فقالوا طب ازاي يعني، ازاي الشيطان الاكبر والمش عارف ايه وكل هذه الشعارات، وازاي لا اكتر من 4 تريليون؟ هي دي نجاسة السياسة، ما تصدموش. في النهاية يا جماعة منظومات الحكم في حالة غياب الشعوب وغياب تأثير الشعوب ما بتخدمش إلا على نفسها فقط في المقام الأول. ولذلك بتلاقي كل نظام حكم النهاردة في الخليج ولا حتى في أغلب الدول الإسلامية هو بيخدم على مين؟ مش بيخدم لا على أمور تتعلق بالأمة الإسلامية ولا حتى تتعلق بالوطن اللي هو بيحكمه، لا خالص. هو في النهاية بيقول لك أنا عايز أحكم، تمام؟ ده رقم واحد. بعد كده بقى المحكومين دول حلوين وحشين مش مهم. مين مصدر السلطة اللي أنا بحكم بيها؟ مين مصدر الحكم؟ مين اللي مقعدني؟ أبدأ أركز. لو الناس اللي جايباني ههتم بالناس، زي مثلا الغرب تلاقيهم بيخدموا على الرأي العام، بيخدموا على الشعب، ما بيخافوا. أما كل دولة أيا كانت هي لم تأتي بحاكمها لا يمكن الحاكم يشتغل عشانها هي. دي معادلة. طيب فاحنا زي ما قلت عشان برضو ما نخرجش من اطار السياق اللي احنا ماشيين فيه، وهو مجموعة الفضائح والاحداث الحقيقية، احنا لازم نقف على ارض صلبة ونقف كده في اطار الحقيقة، في مكان حقيقي، مش نروح نسكن في برج عاجي في عالم موازي ونقعد نشتغل نفسنا بشعارات واكاذيب فاضية. اديكم مثال مثلا يعني احنا حتى في الحد الادنى مفيش تدقيق من حاجه. هنا دي قناه الشعوب، المفترض ان هي قناه معارضه وكل حاجه، تمام. بن سلمان يعلن توفير 2 مليون وظيفه للشعب الامريكي بعد زياره ترامب الاخيره. حلو، وجايبين فيديو. حلو. تمام، الفيديو الناس بتشيره وبتاع. هناك من يعتقد ان زياره الرئيس الامريكي ترامب الى السعوديه طيب والاتفاقيات التي وقعت خلالها اسمعوا كده. كانت بلا فائده، لكن من المهم ان نوضح للجميع ان هذه الزياره ساهمت في توفير 2 مليون وظيفه للعاطلين في الولايات المتحده. اوه ده خبر جامد قوي يا اخي. مبدئيا الفيديو فيك وبالذكاء الاصطناعي ومش حقيقي، دي حاجه. تاني حاجه، ليه بنضيع الحق بباطل؟ ليه بنضيع الحقيقه بكذب؟ لما ده احنا عندنا كوارث حقيقيه مش محتاج ان احنا نحط فيها نحشر فيها. ده الشغل ده شغل وسخ على فكره اللي بيتعمل ده، يروح رامي لك فيديو مضروب عشان انت تشيره، فتفقد مصداقيه كلامك عن الحقائق اللي انت بتحاول تنقلها. ده لعبه كده بتتعمل في الاعلام، ولذلك انا بحاول احذر، يعني جبت ده علشان احذر الناس من مثل هذه الألاعيب اللي بتتم. يا جماعة الأول إحنا عندنا جبال حقائق، ما ينفعش نروح نمسك حاجات مش حقيقية ونقعد نروجها. حلو، فخلينا في الحقائق. الحقائق إيه؟ إن إحنا عبارة عن أمة مسخرة دلوقتي، إحنا مضروبين بالجزم، إحنا مفضوحين فضيحة المطاهر قدام الغرب وقدام الشرق. إذا كان الشرق كان عامل لنا قيمة، فالشرق ده اللي هو المفترض هتتحالف معاه الصين والاتحاد وروسيا والمجموعه اللي هي الاتحاد السوفيتي القديم، يعني المجموعه الشرقيه دي كلها انت كنت ممكن تعمل معاها علاقات. بعد ما شافوا المهزله اللي احنا فيها دي، اقول لك يا جدع ده عالم هفق بنت كلب، ولا ليهم اي لازمه. دول في الاخر خالص بيجروا جري على ماما امريكا والنبي احمينا. عشان كده حكايه القواعد الامريكيه اللي انتوا شفتوها هي معموله بتثبت العالم العربي. انت عارف زي البلطجيه اللي واقفين حاطين السلاح الابيض في ظهرك، اتحركت يمين شمال هيشقك على طول، والكلام اللي هو بتاع البلطجيه ده هو بالظبط اللي معمول كده. وعشان اقول لك من شويه انا ذكرت ايه؟ بيل هاربر، ذكرت 11 سبتمبر، ذكرت اجتياح العراق للكويت، وذكرت 7 اكتوبر في الاخر. الحاجات دي كلها يعني مثلا 11 سبتمبر كلنا ايوه كده يا جدع اضرب اللي جابوه الكلام ده، مع اني انا طبعا ضد استهداف المدنيين تحت اي بند، لكن زي ما قلت لك في حاجات اتعملت في امريكا انت كانت ممكن تبقى تفرحك جامد، بس بعد شويه بتكتشف ان هم اولاد الكلب سايبينها تتعمل. في فرق ما بين ان هم اللي عاملينها
وبين ان هم كانوا عارفين انها هتتعمل وسايبينها. يفضل يزنقك كده لحد ما تلبس في الحيط وتتحشر في زاويه، لازم تعمل ده. وعملوها بقول لك مع اليابان في بيرل هاربر قبل ما يدخلوا الحرب العالميه الثانيه، وبناء عليه امريكا زي ما هي دلوقتي. امريكا بتحكم العالم دلوقتي من اللي حصل في بيرل هاربر، وده كان ضرب الاصول الامريكا، هنبقى نعمل عليها حلقه يعني. لكن في النهايه امريكا كانت عارفه، وامريكا كانت عارفه 11 سبتمبر، وامريكا كانت عارفه ان ودت الضوء الاخضر لصدام انه يغلط او يرتكب الخطيئه الاكبر في حياتنا كلها. بالمناسبه هسمعكم فيديو يمكن ما اتنشرش خلال الفتره اللي فاتت، هدور لكم عليه دلوقتي واسمعكم الفيديو ده لانه مهم. هشوفه لكم دلوقتي ان شاء الله على طول، واحاول ربنا يسهل بس ونلاقيه يعني. ما اعتقد انه مش موجود. طيب كده كده انا هسيبه لكم، او هعمله ان شاء الله هعمله شورت في القناه باذن واحد احد. تمام. طيب بصوا يا جماعه اهو، يا رب بس يشتغل. خليكم معايا لحظه واحده، للاسف مش. خليكم معايا لحظه واحده، معلش يا جماعه الفيديو مهم جدا، يا رب يشتغل. ايه ده نازل من غير صوت للاسف، نازل من غير صوت. طيب انا ان شاء الله هنزله لكم في شورتس. الفيديو ده باختصار شديد مصطفى الفقي بيقول على السادات ورأيه. شكرا يا علا، ربنا يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. ورأيه في صدام ايام ما كان صدام نائب رئيس في العراق، فكان داعي مجموعة وزراء العرب علشان يعملوا مؤتمر لوزراء الإعلام العرب. فبيقولوا للسادات هيروح وزير كان اسمه أحمد، وزير الإعلام المصري في الوقت ده، فقال له ما أنا الآن من الولد ده هيدمر العرب. الولد ده جاي حاطينه عشان يدمر العرب كده. ما كانش فيه سابق تعامل يعني. شوفوا، أنا له ما له صدام وعليه ما عليه، لكن أنا بتكلم على أحداث تاريخية يا جماعة تسببت فيما تلا ذلك. كل القواعد اللي حضرتك شفتها دي، ال 22 قاعدة، ما كان لهم أن يكونوا موجودين في الأصل إلا بعد اجتياح الكويت. عشان كده فردة الصدر، خصوصا فيما يتعلق بمصائر الشعوب والأوطان، وإن أنت تاخد خطوة ما تكونش حاسب آثارها بعد كده، وما تكونش دارس أنت بتعمل إيه، وتلبس وتلبس الكل وراك، دي جريمة. ايا كان نواياك، انت جدع وجامد وعربي وعروبي كل الكلام الحلو ده، في النهايه انت عملت 1 2 بيديك نتيجه بيساوي كام؟ 3 ولا -3؟ طيب نرجع تاني لجمله اللي احنا فيه. ما احنا لازم برضه نعرف اللي احنا فيه عشان نشوف ايه القصه. كان فيها قمه عربيه زي ما حضراتكم شفتوا وزي ما اتكلمنا امبارح. قمه لم يحضر احد، حتى يعني هم 5 حضروا من 22، في 17 ما حضروش، 17 رئيس وحاكم وزعيم وملك والكلام اللي هو تمام غثاء السيل ده. 17 ما حضروش وفي 5 حضروا. ال5 دول منهم سيسي، تميم، وباقي بقى اللي هو بتاع حاكم العراق والكلام ده يعني، وبتاع الصومال تقريبا. والمهم ال5 ما كملوش 5. الحاج تميم تقريبا فيه رئيس وزراء قال الكلمه قبله فزعل اتغبن مشي، بقى 4. كل اللي حصل في القمه انا شايف ان هو انا ما طلعتش من القمه كلها الا بكام ثانيه على لسان السيسي. برضو الناس اللي لسه جديده واللي ما تعرفنيش، انا من اشد المعارضين للنظام. حلو، والواحد تاريخه ما يعني مش هيقعد يتكلم في القصه دي، لكن من اول لحظه
انا لا تبع جماعه ولا تبع دول، انا الحمد لله رب العالمين انسان وطني، ومرجعيتي وجماعتي هي مصر في النهايه. ولذلك في المعارضه انت بتعارض المسيء، بتنتقد المسيء والاساءه، الافعال المسيئه والافعال الغلط. واذا احسن هذا الطرف اللي انت بتنتقده لما بيعمل غلط وبيعمل امور وعمل حاجه صح، فوجب عليك ان انت تشاور على الصح برضه. اللي حصل ان السيسي ولي اول مره قال الكلام اللي بيعبر، كلام يعتبر هو رساله مصريه فعلا، مش رساله نظام ومش رساله شخص، لا، الرساله كانت واضحه جدا فيما يتعلق، وكانت رايحه لاسرائيل ورايحه لدول الخليج اللي هي دفعت التريليونات دي كلها. باختصار وبشكل مباشر وبدون مواربه، طبعت مع كل الدول العربيه برضو ما فيش سلام الا بدوله فلسطينيه. ده راي مصر يا جماعه، مش راي اشخاص ومش راي يعني، ده راي مصر نفسها. تمام. ده كان الحاجه الوحيده الكويسه اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت، ان في دوله كبيره بحجم مصر بتقول 1 2 3 شرطه نقطه، حط قوسين كده وجملتين 3 تك تك تك، خلصت. كلام مختصر وواضح. شكرا شكرا يا مجدي، ربنا يبارك فيك حبيبي، شكرا على دعم القناه. وبالتالي الرساله كانت واضحه جدا. تمام. ما ينفعش انا النهارده بما اني معارض ان انا اعرض الصح والغلط. اللي حصل ده صح جدا وانا كنت اتمناه، انا كنت بحلم بان مصر يبقى بتقول الكلام ده بشكل مباشر. تمام. وبيحصل ده كويس. بس انا عايز احلل الموضوع وابص للحكايه بزاويه اوسع. بالمناسبه هو في 3 حاجات، 3 عبارات اتقالت. اول حاجه فيما يتعلق بان حرفيا، وانا اخدت الفيديو اللي هم كام دقيقه دول وحطيته في تويتر وكتبت جملتين: لما تكب تراب على طبخه مسمومه. ده اللي حصل بالظبط. اللي حصل وكأنك كبيت تراب على طبخه مسمومه، قولا واحدا. تعالوا كده نسمع. او ده وأكرر هنا أنه حتى لو نجحت إسرائيل في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال ما لم تقم الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. طيب مبدئيا على فكرة مصر كلها تدفع الثمن بسبب الكلمتين دول، مش بس السيسي ولا النظام، لا لا لا. موضوع تخطى القصة باختصار ان هو هيستهدف مصر من خلال شخص او من خلال نظام، هيستهدف مصر كلها، لان المستهدف هي مصر مش اشخاص. حكاية الاشخاص هم ما بيغلبوش في حد باختصار يعني. حلو. لكن اللي جاي صعب، علشان كده انا متموضع في مكان النهارده شايف فيه الخطر على بلدي مش على اي حد خالص. وركنت فيه كده النساء والخصومات الشخصيه والكلام على الاشخاص والكلام الفاضي ده كله تركن على جنب. والله العظيم تاني، قسما بالله العلي العظيم، مصر النهارده عليها الدور في الاستهداف، وهيكون ضدك العرب والاسرائيليين والامريكان وكل حلفاء الامريكان اللي بيسمعوا الكلام بالجزمه، كله هيبقى ضدك في وقت واحد. والخيانه بتتحضر حوالين البلد ومن اطراف بنعتبرها اشقاء، وهتشوفوا خلال الفتره الجايه وهتفتكروا الكلمتين اللي انا بقوله لكم. لان للاسف الشديد سقف الفضايح والخيانات كل ده سقفه اترفع خلاص، بقت منك للسماء، ملوش اخر. دول عدوا الغلاف الجوي وبيسبحوا في الفضاء، في فضاء الخيانه والنطاعه. فاللي فاكر ان الحكايه اصل ده نظام واصل ده شخص يبقى راجل اهبل. الموضوع اكبر من كده بكتير خالص، فركز معاه شويه. زي ما قلت دي اول جمله مفيده بتعبر عن موقف مصري بحت. تاني جمله، مع كل العلاقات ما بين النظام ده والامارات برضو قال كلمه وقال جمله
ان مصر بترفض اي محاولة لحكومة موازية والكلام الفاضي في السودان، وبتصر على وحدة السودان تحت الحكومة الشرعية الحالية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل اللي بتعمله الامارات تصرف عليه الامارات النهارده في السودان، الغرض منه حكومة موازية تنتقل لها السلطة وتبقى تحت امر الامارات، وبالتالي تبقى تحت امر الصهاينة في السودان علشان يتحركوا ضد مصر في اي وقت. حلو الكلام ده. الرد الواضح ده ان كل اللي، وعلى فكره الامارات وصلت لدرجه ان لما حصل والجماعه بتاع البرهان اللي هم بيحكموا، اللي هي الحكومه المعترف بها دوليا للسودان، قطعوا العلاقات مع الامارات. فالامارات قالت لهم ايه؟ قالت لهم احنا مش معترفين بيكم. الله، امال انت معترف بمين؟ احنا عايزين حكومه تانية. فالرد جه، مفيش حكومه تانية، هي دي السودان، هي دي حكومتها لحد ما يحصل انتخابات. وده كان الرد الثالث او العباره الثالثه والمهمه في الموضوع. ربنا يبارك فيك، شكرا يا سلطان، تسلم يا حبيبي. الحاجه الثالثه وهي توصيف حقيقي لجرائم الكيان اللقيط. التوصيف ده لم يقوله اي حاكم عربي. مفيش واحد قدر يطلع يا جدعان، ده انا بقول لك بتوصف جرائم، يعني انت بتوصف حقيقه. الناس في 7 دول في اوروبا عمالين يقولوا بدأوا ما فيش حاكم عربي طالع بيقول الصياغه دي. يا اخر مره يا دوب اتقالت في القمه. وانا بقول لك عشان كده القمه سيبك من اللي حضر وما حضرش، لانهم طبعا ما كانش هيحضروا عشان ما يزعلوش انكل سام وعمه ترامب اللي لسه حالبهم. لسه اللبن دافي، يعني انت عارف اللبن لما بيتحلب جديد بقى لسه دافي. اللبن لسه ما بردش، دافي. حلو، التريليونات لسه دافيه، وبالتالي مش هيقدروا يزعلوا. ما ينفعش يطلعوا كده ويقولوا ياخدوا موقف يزعل. ده احنا لسه دافعين تريليونات، ده احنا دافعين، ده واخد اللي لبسها. يعني هو خلاص قلعنا كل حاجه ومشي. على فكره المبلغ ده ما تفتكروش انه جزء من فلوس، ده المبلغ ده يسحق الدول دي اقتصاديا. بصوا يا جماعه، ناتج القومي الاجمالي بتاع السعوديه تريليون و50. حلو في السنه. ولذلك انت بتتكلم كانك بالظبط جيت في مصر الناتج القومي بتاعها 400 مليار، كانك جيت في مصر وخدت منها 400 مليار. هتقول لي بس عندهم بترول ولا مش؟ الكلام ده كله كلام فاضي. حلو، في النهايه انت قسمت الاقتصاد نصين. السعوديه مديونه وعليها ديون، عندها بترول صحيح، وعندها يعني صناديق سياديه وكلام زي كده. بس انت بتاخد نص اللي عندها مره واحده. ازاي؟ هل ده مش هيأثر؟ لا هيأثر. نفس الحكايه في الامارات، نفس الحكايه في قطر. بس كل واحد عنده هدف. بصوا هتلاقي اهداف في ال3 دول، اهداف واحده وفي اهداف نوعيه بقى جنبيها. يعني السعوديه مثلا على سبيل المثال الهدف الاول هي تثبيت الحكم، حلو، وحمايه الكرسي، ده من الاول. بس جنبيه ايه؟ الحمايه من ايران، قطر، الحمايه من الخليج. تمام، ده رقم واحد. طبعا تثبيت الحكم رقم واحد، لان كل دول قاعدين بالنفس انكل سام. يعني تثبيت الحكم والحمايه من الخليج، من الاتحاد الخليجي، انها حصلت مرتين وكانوا يقتحوها، وانتوا عارفين زي ما اللي حصل قبل كده. الامارات دي شغلانه ثانيه بقى خالص. الامارات دي كل اسباب الشر موجوده وعامله ان انت تضرب المشروعات التحرريه في العالم العربي والاسلامي، ان انت تبدا. يعني هو بيدفع علشان يبقى هم اللاعبين الاساسيين للمشروع الولايات المتحده الابراهيميه في المنطقه، لان ده المدير التنفيذي بالنسبه لهم. الامارات بتحاول تصدر نفسها بحيث ان هي اللي تهرس الدوله دي، هي اللي تدفع وتضرب الدوله دي، ده شغلها طول الوقت للاسف. وبالتالي هم كان ليهم مطالب او ليهم اهداف وحققوها. كل الاهداف بتاع ال3 دول دي ضد الامه العربيه الاسلاميه قولا واحدا، وما بتخدمش الا على المشروع الصهيوني وعلى الاجرام الصهيوني قولا واحدا. اي كلام تاني، اصل احنا والدول دي من حقها تستثمر ومش تستثمر. بالنسبه اللي يقول كده، انا مش عايز اشتم،
حلو عشان ما اخرجش من اطار الانضباط يعني والهدوء. لكن هي الصين مره؟ هي روسيا وحشه؟ طب بلاش الصين وروسيا، هي مصر مش يعني ما فيهاش مثلا فرص استثمار على سبيل المثال؟ امريكا بس اللي اروح بس اشيل منها، لكن لا اجيب من الصين ولا يا ابني بطل حجج هبله. انت عباره عن واحد ضعيف قالع ملط ونايم على بطنك وبيتعمل فيك كل حاجه. اوعى ترفع راسك وتقول انا ذكر ولا انا ناصح. لا انت ناصح ولا انت ذكر. طيب العمل، هنقعد نندب ولا نقول يا جماعه فيه حاجه لازم تتعمل؟ ما عندناش الا حل واحد. طيب هتقول لي يا عم ما لازم بقى هنقعد نندب بقى بكمالة الندب ونقول والحكومات العربية والأنظمة والخونة كل الكلام ده ظريف وحلو وجميل وأنا معاك فيه. طب حلينا المشكلة؟ ولا أي حاجة، ولا أي حاجة. يا جماعة 3/4 اللي بيكتب كلمة على الفيس ولا على تويتر بيكتب بحساب وهمي علشان خايف. اللي بيكتب بحساب وهمي عشان خايف ده انت منتظر منه يعمل ايه؟ ينزل يعني يكسر الدنيا ويغير انظمه ويعمل مش عارف ايه؟ يا جدعان خلينا نتكلم بشكل واقعي. الناس في دولنا العربيه باغلبها يعني، وعلى فكره معظم الدول الاسلاميه دلوقتي خايفين من خيالهم واتدجنوا. والواد ابن الحرام اللي هو عضو الكنيسة ده لما يقول الكلام ده معناه ان اسرائيل مش شايفه شعوب. زمان كانت بتخاف من الشعوب، زمان ولحد وقت قريب كانت بتخاف من رد فعل الشعوب. اما الان اسرائيل ما كان لها ان تفجر كل هذا الفجر الا وانها شافت ان الشعوب ماتت بالحياة، ماتت بالرعب، بالخوف. يبقى المشكلة فين؟ المشكلة فين؟ المشكلة في الحكام ولا المشكلة في الصهاينة ولا المشكلة في الامريكان ولا المشكلة فينا كشعوب؟ المشكلة فينا. طيب وبناء عليه اذا كان في حل لوقف المجازر، وقف الاجرام التطهير العرقي والاباده اللي بتحصل دي، والحكايه لا تخص غزه بس، ده بتخص الامه بالكامل. اللي بيتضرب مش غزه وبس يا جماعه، كلنا بنتضرب، كلنا بنسحق على ايدين كيان لقيط للاسف عامل زي الصرصار اللي بيجري على ظهر فيل اللي هو الامه العربيه، وبانه راكب فوق ظهره ففاكر ان هو بيتحكم فيه. وطول ما الفيل نايم وعاجز وما بيتحركش وخلاص، وهنا الفيل هي الشعوب. الفيل الكبير ده اللي لو اتهز هز الصرصار ده هيختفي بالهوا بس. ولذلك بما اننا احنا محكومين، هنا مبادرة ربنا كرمنا وقدرنا نبدأ نتحرك فيها خير. ما حصلش يبقى عرفنا فين المشكلة. لما نبقى نحل المشكلة نقول كده جاء الوقت الحل وجاء الوقت وقف الإجرام. من غير حل المشكلة بالطريقة دي مفيش أي حل هيتعمل. تعالوا بس أوريكم الأول منظر دلوقتي من شوية النهاردة. بصوا كده هتشوفوا دلوقتي حالا. شايفين الأعداد قد إيه؟ ده في هولندا. ده هولندا زي ما شفت حضراتكم كده، أعداد كبيرة جدا. الحل الوحيد دلوقتي لوقف الإجرام اللي بيحصل هو انتفاضة الجاليات العربية والإسلامية في العالم وخصوصا في الغرب. احنا بنتكلم في ان احنا تقريبا العرب والمسلمين في الغرب تقريبا في حدود 100 مليون. 100 مليون مش 100,000، 100 مليون، يعني قد إسرائيل أكتر من 10 مرات.
طيب ايه اللي مانعكم؟ هتقول لي طب ما الاول يتحركوا اللي جوه العالم العربي الاول، الشعوب العربيه. هقول لك تاني، احنا وصلنا من النطاعه والانبطاح كشعوب عربيه ان النهارده اللي بيحاول يعمل ذكر بيخش يكتب كلمتين باسم مش اسمه. هقعد انا بقى في الخيالات واقعد اطالب واحد زي كده خايف يكتب اسمه ان هو ينزل يعمل حاجه؟ ولا نتكلم في المضمون او في الممكن؟ السياسه فن الممكن، وانا مش هقعد ابيع مخدرات لحد، مش هقعد اقول لك شعارات تقول اه والله برافو عليك بس مش هتتحقق. انا بقول لك اللي هيتحقق ايه؟ انتفاضه الجاليات العربيه والاسلاميه في العالم وفق رقم 1 الخروج والاعتصامات امام السفارات الامريكيه وحصار السفارات الاسرائيليه. ده لو عايزين نعمل حاجه الطريق مفتوح، محدش هيقول لك لا، واللي هيقول لك لا هتقدر تقول له اه غصب عنك. بره هتعرف تعمل ده، جوه مش هتعرف. ده محتاج ايه؟ محتاج كله يشتغل، كله يدعو، كله يحشد، كله يحشد اللي جنبه. اكتب بلغتهم مش بلغتك. انت مش بتحشد العرب والمسلمين بس، ده انت بتحشد كمان المتضامنين معاك. كان فيه يهود عملوا مظاهرات كتير جدا في امريكا دعما لفلسطين، وهنا احنا كنا نايمين. يهود طلعوا كتير ومنهم ناس اعتقلت على فكرة في امريكا، ملحدين. يا اخي اقسم بالله وصل لدرجة ان فيه واحدة شغالة في البورنو كانت طالعة بتدافع عن فلسطين، والناس المشايخ بتوع الدين بيبرروا الاجرام ده. بقول لك انسى الثوابت القديمة، انسى الشعارات الخايبة. احنا النهاردة امام واقع، اما ان احنا ندفع بتحرك حقيقي على مستوى الغرب، مش هقول لك العالم كله، الغرب، دول اوروبا وامريكا، والناس دي تحس ان فيه بشر موجودين ولسه فيهم الروح، عرب ومسلمين، ويطلعوا ويقفوا قدام السفارات الامريكيه قدام ويحاصروا السفارات الصهيونيه. مش بس كده، المقاطعه على مستوى ال2 مليار لازم تتفعل. بس مش بس مقاطعه، انت مش بتقاطع بضائع امريكيه ولا اسف، في الاصل المقاطعه على، الناس فاكره انها مقاطعه للصهاينه المنتجات الصينيه، لا لا، امريكيه وعربيه داعمه وغربيه وشرقيه داعمه للكيان او حتى بتتعامل معاه. المقاطعه لازم تكون شامله يا جماعه، والمقاطعه توجع. خلي بالكم بالمناسبه، احنا بقالنا 19 شهر المقاطعه شغاله وخسروا منها مليارات كتير، بس كالعاده جه ترامب خد اللي خسروه كله وضربه في 10 مرات من الخليج. لكن ده يخلينا نقف؟ لا خالص، هنكمل ولازم نكمل. المقاطعه لوحدها مش هتنفع، التحرك على الارض، حصار الصهاينه في العالم كله. ما ينفعش يبقى فيه صهيوني ابن حرام زي كده ينفع يمشي ببلد. انا مش عايز اتكلم كلام يعني يفهم عشان احنا انتوا عارفين، لكن دول المفترض ان يتحبسوا في الكيان اللقيط لحد ما ينتهي. تحركهم في اي دوله واحنا كتار قوي قوي لازم يبقى فيه تحرك منا، علشان لو هم فلتوا بالجرائم دي كلها والله العظيم احنا لا نستحق الحياة لا جوه ولا بره. وتاني انا بدعو يا جماعة الجميع، كل الجاليات العربية والإسلامية، لبدء انتفاضة لا للتهجير، لا للإبادة، لا للإجرام، لا لكل شيء مجرم، لا للكيان الإرهابي الصهيوني. الكلام ده يتكتب وتطلعوا وتقفوا في الشارع يتعبوا علشان على الأقل قدام العالم نكون عملنا حاجة، وقدام ربنا سبحانه وتعالى نقول له يا رب احنا عملنا اللي في ايدينا. وإلا لو ما عملناش ده كله اللي في ايدينا ده، ما ينفعش نقعد نتكلم في
شعارات في الغالب مش هنعرف نعملها، فخلينا نبدأ باللي نعرف نعمله علشان بعديها نعمل اللي ما كناش عارفين نعمله. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.